اسباب تفوق المنتخب السوداني حاليا، رغم انه السودان بيمر بوضع مشابه لليمن. المنتخب تأهل وكان متصدر لمجموعته حتى الجولة السادسة، للأسف يعني تعادل في الوقت الإضافي مع جنوب السودان وتراجع للمركز الثالث. هو يتأهل لنهائيات الأمم الأفريقية في المغرب اللي تقام إن شاء الله. وهو كان متصدر مجموعته في المؤهلة لكأس العالم. طبعا هذا المدرب كواسي، ده مدرب المنتخب بيا، السوداني كواسي بيا. مدرب غاني أحدث نقلة في كرة القدم السودانية. هو ومدرب الهلال برضو يعني لهم فضل كبير جدا انه الكرة السودانية في السنتين او الثلاث سنين الأخيرة يعني تظهر بالمستوى ده. بس المنتخب بس على الغريب يعني وضع البلد مش مستقر، لكن المنتخب هو سبحان الله في مفارقة عجيبة جدا يعني. استعدتم بأبناء المهجر؟ ايوه هو الاهتمام في الفترة بتاعت الحرب دي كان اكبر يعني المعسكرات. يعني انا بقول لك مفارقات لانه ولعبوا في ليبيا وفي موريتانيا. ايوه بس المفارقات في انه الدوري متوقف. لكن اللي عوض انه يعني الحاجه اللي عوضت توقف الدوري انه في معسكرات على طول يعني. المعسكرات ما يوقف، خاصة في السعودية. خاصة في السعودية. فالاهتمام كان كبير جدا بالمنتخب وبالهلال وبالمريخ برضه. وانعكس ده على النتائج بما يعني حتى المدربين يعني جابوا الكفاءات. المدرب المنتخب كفاءة يعني سيرته. الهلال والمريخ بتدربوا فين؟ الهلال والمريخ بيلعبوا في الدوري الموريتاني. بيلعبوا في الدوري الموريتاني، بس لما الدوري الموريتاني يكون واقف ولا في فترة بتاعت عطلة ولا كده بيكونوا معسكرين. يعني الهلال في الفترة اللي فاتت منافسات أبطال أفريقيا كان عسكر في تونس وأخذ معسكرات حلوة. فبيخلصوا المعسكر وبيمشوا بيلعبوا في الدوري الموريتاني. الحاجة دي طبعا أفادته الدوري الموريتاني برضو يعني اداهم احتكاك